طبعا كلنا عارفين ان خلال الفتره اللي فاتت دي باين قوي لمحات الخاصه بكولر. الراجل اداؤه باين جدا وظاهر في الملعب، عدد التمريرات الخاصه بالنادي الاهلي، استحواذه. النادي الاهلي ابتدى يقتل اللقاء من مجريات اللقاء الاولى. يعني اول شوط تلاقي النادي الاهلي بيخلص الدقيقه 20، بيخلص الدقيقه 15. دي الاحداث كتير جدا اللي مر بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعرف يدافع، النادي الاهلي دلوقتي بيعرف يهاجم. النادي الاهلي لو احنا ركزنا النادي الاهلي ما عندوش مهاجم صريح. يعني معظم الوقت اللي فات الراجل قاعد بيشتكي انا عايز مهاجم، بس للاسف النادي الاهلي او لجنه التعاقدات قاعده بتسعى للراجل ان هتجيب له فيرود، والفيرود حتى لو جه مش هيبقى مسجل في افريقيا. يعني الراجل خلاص مضطر ان الفتره دي يفضل بالتشكيل ويفضل باللعيبه او بالقماشه اللي موجوده معاه. بس على الرغم من كل الكلام ده كله بتبان ملامح الراجل في الملعب، تكتيك واداء هايل. النادي الاهلي بيعرف يهاجم، بيعرف يدافع، والميزه كمان في النادي الاهلي بينوع هجماته. يعني تلاقي اللعيبه بتخترق من القلب، اللعيبه بتخترق من الطرف، احداث كتير جدا. بس في ظل ده كله بتلاقي برضو بعض ازمات وبعض مشاكل بتتصدر للنادي الاهلي. من ابرز المشاكل والحاجات اللي متصدره لكولر هي شاره قياده النادي الاهلي. لو جيت سالت اي حد مشجع قبل اللقاء اللي فات كان يتمنى ان علي معلول هو اللي يلبس شاره الكابتنه. كل الكلام ده جميل فعلا، انت تتمنى ان علي معلول يلبس شاره الكابتنه، بس كولر ليه وجهه نظر ثانيه. كولر بعد لقاء انبي النهارده ادلى تصريح غريب جدا بصراحه. التصريح ده ضايقني، حسسني حجم المعاناه او المضايقات اللي الراجل تعرض ليها بسبب موضوع شاره الكابتنه. من الواضح ان ممكن يكون حد في الاداره او حد في الجهاز قال له حاجه زي كده اثارت غضبه. ليه؟ لان الراجل بعد اللقاء قال لك ايه؟ قال لك انا اعرف جيدا ان جمهور الاهلي يتحدث كثيرا عن موضوع شاره الكابتنه، تمام؟ لكن مستحيل ان افعل شيء من باب المجامله لاحد. يعني الراجل بيقول لك انا من الاخر مش هجامل حد، يعني مش عشان حد قال لي ان عايزين احنا حابين ان علي معلول يلبس شاره الكابتنه فانا هجامل حد لاحد، لان التغييرات تتم عن طريق التقييمات الفنيه. ده اللي انا كنت بكلمكم عنه، ان الراجل بيقيم الفرقه، مقيم كل لاعب وعارف هينزله امتى. ملوش علاقه بقى بشاره كابتنه كلام من دي كلها اجراءات شكليه واجراءات صوريه. مش معنى ان انتوا عايزين ده علي معلول يلبس شاره الكابتنه لا يبقى نطلع بقى محمد هاني من الملعب. اطلع محمد هاني عشان الزاويه تبوظ، عشان يبتدي يحصل هجمات على النادي الاهلي ونيجي ساعتها نندم؟ يبقى فرحنا بالمنظر والشو والشاره الكابتنه ونسينا ان في حاجه اسمها مهام خاصه بالملعب. هو الراجل بيقول لك بالظبط كده، انا مش هجامل على حساب تقييمات فنيه خاصه بالفرقه. انا عامل كتله هجوميه وكتله دفاعيه ما ينفعش يختل منها عنصر. ده تصريحات الراجل. وقال لك لو الجمهور شايف ان انا لازم اعمل كده يبقى انا الاحسن ان انا اقعد في البيت وما ادربش، تعالوا انتوا دربوا. بصراحه الجمله الاخيره دي ضايقتني، بس لما جيت اتاكدت من الجمله دي ويعني وشفت تصرفات الراجل، وشفت لو انا حطيت نفسي او جمهور الاهلي حط نفسه مكان الراجل، لا هي حاجه تضايق فعلا. ما تطلبش مني انجازات وتطلب مني اداء كويس وتيجي تقول لي عشان شاره كابتنه اطلع لاعب ولا انزل لاعب. عمرها ما تمشي كده. برضو احد اهم المشاكل اللي بتواجه كولر الفتره دي هي مركز حراسه المرمى. عندنا مشكله ان الشناوي مصاب الفتره دي وبقاله ماتشين ما بيلعبش. حل مكانه علي لطفي، حل مكانه في مباراتين وادى اداء كويس جدا. النادي الاهلي عدى ب8 مباريات دون تلقي شباك واي اهداف، دي حاجه كويسه جدا. بس اللي زاد القلق وزاد المشكله اكتر، طبعا كولر قاعد بيتاكد من طبيب الفرقه هو الشناوي هيلحق مباراه الوداد اللي هي المباراه الاهم. ليه؟ لازم الشناوي يلحق المباراه دي لان هو ده الحارس اللي بيعتمد عليه والحارس الاساسي الخاص بالنادي الاهلي وحارس منتخب مصر الاول، فلازم يكون موجود في النهائي، عنده خبرات، ممكن هو يخلص لنا الماتش ده لو وصلنا لمرحله ضربات الجزاء او لو وصلنا لاي حاجه خاصه بتتعلق بالمرمى. هو الراجل ده الراجل اللي شخصيته قويه وكابتن النادي الاهلي فلازم يكون موجود. فده اللي بيصير قلق كولر الفتره اللي فاتت، واللي زوده قلق اكتر ان تحديدا علي لطفي اتصاب في مباراه انبي بالعضله الخلفيه وتم تشخيصه انه في مشكله في العضله الخلفيه فهيغيب لمده اسبوعين، وهيحل محله الحارس الثالث هو مصطفى شوبير. احداث كتير جدا في المركز ده. طبعا كولر اكد على طبيب الفريق ان هو يسعف او يعجل في ان الشناوي يرجع ويلحق مباراه الوداد المغربي. طبيب الفريق قال له ايه؟ قال له لا فعلا ان الشناوي ان شاء الله هيكون جاهز بنسبه 100%. اتمنى ان حراسه النادي الاهلي تظل قويه والنادي الاهلي ما يخسرش المركز بتاع حارس المرمى، لان ده عنصر مهم. حارس المرمى يعتبر 50% من قوه الفريق، وانا عندي الشناوي انا شايف ان هو 60% 70% من قوه النادي الاهلي. الفترة دي من الحاجات الجميلة واللي كانت غريبة على سمعنا ان يتم تجهيز لعيب من النادي الاهلي انه يكون بديل لبيرستاو، لان احنا عارفين ان بيرستاو ليه نظام اكل معين وليه تمارين معينة وليه احمال معينة ما ينفعش احمل عليه الفترة دي. لو احنا لاحظنا بيرستاو بقاله يجي 8 ماتشات بيلعب باستمرار اساسي وما اتصابش ولا مباراة فيهم. ليه؟ لنتيجة ان كولر عنده خطة حاططها للعيب ده، فطبعا ما ينفعش ان هو يجي على اللعيب ده او يزود له احمال عشان اللعيب ده ما يتصابش. مين اللعيب بقى البديل اللي بيجهزوه في النادي الاهلي؟ هو القندوس
القندوز بيأدي اداء هايل جدا، كل ما ينزل مباراه بيأدي الاداء المطلوب منه، بيبقى من اللعيبه اللي شكلها حلو في المباراه. نبص على اللقطه دي كده في مباراه انبي، لقطه هايله جدا، اداء هايل جدا، كعب خرافه، مزيكا، بورتريه، حاجه كده جميله من اللي بنحب نشوفها. وبعدين قندوز لعيب شويط، ولما هتلاقي القندوز على الطرف هتلاقيه هيتوغل. لما احنا شفناه بالفريق بتاعه اللي قبل كده، يعتبر الفرقه بتاعته قبل كده، كان اداؤه هايل جدا، كان بيخش من الاطراف ويشوط وتسديداته قويه. هو اصلا عنده مهاره ان يفوت الكره من جنب اللعيب، عنده فنيه يفوتها من تحت اللعيب، مهاره عاليه جدا من القندوز. وعشان كده كولر بيجهز اللعيب ده دلوقتي عشان يحل محل بيرستاو الفتره اللي جايه، وده اللي هيعمله مع كل لعيب كولر. يعني كل لعيب عالي في النادي الاهلي هيوجد له لعيب بديل ليه في النادي الاهلي، ولو ما لقاش لعيب بديل داخل خطه النادي الاهلي هيضطر يكلم لجنه التعاقدات ان يجيب مركز في المركز ده او لعيب في المركز ده عشان يحل محل اللعيب الثاني الاساسي، عشان هيجي له وقت ويتصاب لانه انسان مش آلة. يلا بينا بقى نتكلم عن احداث اللقاء واخطر الهجمات في اللقاء، هحصرها لكم كلكم دلوقتي وهنوضح ايه اللمسات الجميله اللي كانت في مباراه النهارده. بس اسوأ حاجه في لقاء النهارده هي ضياع الاهداف. مشكله ان احنا عندنا ماتش الوداد القادم ان شاء الله بعد مباراه خاصه بالدوري قادمه باذن الله. مشكله ان اي غلطه او اي كره هتضيع دي للاسف هتاثر على لان احنا محتاجين نجيب سكور، على الاقل نجيب 3 اهداف هنا او نطلع من القاهره ب 2-0 قبل ما نروح نلاعب الوداد هناك، لان الوداد مش من الفرق السهله، الوداد مش يعتبر مش اضعف من صن داونز، لا الوداد فريق قوي، عشان قد كده طلع صن داونز من هناك من جنوب افريقيا وصعد للمباراه النهائيه. فاحنا المفروض دلوقتي نكون حذرين كل الحذر الفتره الجايه، ان اي فرصه او اي هجمه لازم نجيبها ونخلصها كمباراه، يعني مثلا نغتنم مباريات الدوري دي انها تكون فرصه ان احنا نعود ببعض اللعيبه انها تقدر تسجل وتحسم الكور بدري بدري. من ضمن الهجمات واول هجمه كانت للنادي الاهلي عن طريق علي معلول، كانت الدقيقه ال5 تصويبه خطيره من علي معلول بتعلو العارضه وبتطلع زي ما احنا شايفين كده. تاني كوره كانت الدقيقه 17، طبعا النادي الاهلي مستحوذ على اللقاء وقاعد مسيطر بشكل كويس جدا، مش اللقاء لحد الدقيقه 17 كانت هجمه لنادي انبي عن طريق كالوشا بيلعبها لاحمد امين، احمد امين بيسدد ويتالق علي لطفي تالق هايل جدا. علي لطفي بيقدم مستوى هايل، بس للاسف الاصابه هتحرمه من اللقاءين الجايين ان شاء الله، وهيتم استبعاده وهيتم وجود مصطفى شوبير الفتره اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله هو كمان يأدي بشكل جيد مع النادي الاهلي. طبعا الدقيقه 21 علي معلول بيمرر لمحمد شريف، بيلعبها محمد شريف من لمسه واحده لحمدي فتحي، قمه الجمال بصراحه. هو ده اللي احنا شايفينه في تكتيك النادي الاهلي، هو دي اللمسات الخاصه بكولر اللي اثر فيها في لعيبه النادي الاهلي، بيلعبها بلمسه بسيطه كده، لمسه واحده لحمدي فتحي بيصوبها بتعلو العارضه. من اللمسات الجميله اللي كانت النهارده. ومن اللي وحش في الهجمه دي اللي هي اضاعه الفرصه، وان الفرص ما بتكللش باهداف، ان احنا ننجز ونحرز اكتر من هدف. بعد كده الهجمه اللي بعدها كانت الدقيقه 29، تمريره من ديانج بيلعبها لبيرستاو، بيرستاو بيلعبها لعلي معلول، وطبعا كل حاجه حلوه من الاخر يعني لازم يكون اولها علي معلول. علي معلول بيلعبها لعبه جميله قوي لمحمد شريف، بيستلمها محمد شريف وبيقلب الكره، بيفكرنا بكابتن عماد متعب. قمه الجمال، جون جميل جدا 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 للنادي الاهلي. الدقيقه 29 محمد شريف بيقدم لنا بورتريه جميل جدا وهدف رائع للنادي الاهلي. تمر الدقايق بعد كده والنادي الاهلي مستحوذ بشكل قوي جدا، والنادي الاهلي عايز ياكد ان هو يخلص الماتش. ليه؟ لان الاهلي ما بقاش يعتمد على هدف واحد، معظم مباريات النادي الاهلي تلاقيها 2 تلاقيها 3. النادي الاهلي بيحب يسجل عشان ما يتخطفش زي المباريات السابقه في الدوريات والمواسم السابقه. النادي الاهلي الدقيقه 34 احمد عبد القادر من خارج منطقه الجزاء يعمل كره ارتو جميله جدا، قوتها هي اللي دخلت الكوره المرمى، حارس المرمى بيلمسها بايده وبتعلو في المنطقه اللي هي الخاصه بالسوكه الخاصه بالمقص في المرمى، ويبقى جون جميل جدا للنادي الاهلي عن طريق احمد عبد القادر. قمه في الجمال، اول لمسه من احمد عبد القادر على المرمى كانت جميله جدا، فرحنا، بس للاسف بعد كده احمد عبد القادر ضيع كم كبير جدا في اللقاء ده من الهجمات، ويلا معانا هشرح لكم ايه بالظبط. لو جينا بقى للشوط الثاني، انتهى الشوط الاولاني على كده استحواذ هايل جدا من النادي الاهلي. النادي الاهلي طالع الشوط الاولاني بنسبه 70-30، ده نسبه الاستحواذ الخاصه بالنادي الاهلي. لو جينا للشوط الثاني بقى هنبص اول هجمه في الشوط ده كانت الدقيقه 46، مهاره عاليه جدا فرديه من حمدي فتحي، يفضل يلف وياخد الكوره ويعدي ويلعب الكوره بتصويبه غريبه جدا تخبط في المدافع وتعدي على شمال حارس المرمى الخاص بنادي تحديدا انبي، والكوره بتطلع بشكل غريب جدا. منتهى 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 اهدار الفرص، كانت كوره غريبه في بدايه الشوط الثاني، كانت الدقيقه يعتبر 46 ما لحقناش نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الشوط الثاني.
تاني هجمه معانا في الشوط الثاني كانت الدقيقه 49، ديانج بيقطع الكوره من على الطرف، بيمررها لعبها لعبد القادر، بيسدد عبد القادر، ترتد من المدافع، ترجع تاني لحمدي فتحي، يشوطها حمدي فتحي بقمه الجمال بصراحه، لعبها حمدي فتحي حلوه قوي وراكنها، لكن رضا السيد حارس انبي بيخرجها الركنيه عشان يلعب النادي الاهلي الركنيه من الزاويه اليمين. بعد كده تحديدا الدقيقه 65 عبد القادر مهاره فرديه يفضل يقط في اللعيبه، المشكله ان عبد القادر بيعمل كل حاجه الا انه يجيب هدف، يعني النهارده كان ممكن يجيب 10 اهداف جاب منهم هدف واحد، ودي حاجه مش كويسه، لازم اللعيب اللي في النادي الاهلي يكون قناص ويغتنم الفرص ويخلص اللقاء اول باول. بعد كده الدقيقه 69 اصابه علي لطفي، من الاحداث اللي كانت وحشه جدا في اللقاء اصابه علي لطفي، لان احنا عندنا اصلا مشكله في يعتبر في مركز حراسه المرمى، يسخن مصطفى شوبير في الخارج، ولكن علي لطفي يقول لهم لا انا عايز استمر في الملعب، ويفضل مستمر لحد ما يتم تغييره ونزول مصطفى شوبير ليكمل اللقاء، ونتمنى لمصطفى شوبير الفتره الجايه انه هيأدي اداء هايل. تحديدا الدقيقه 73 صبيحه اللي هو الخاص بنادي انبي، مهاره عاليه جدا فرديه يمررها للتونسي، انفراد للتونسي رفيق كابو، للاسف رفيق كابو يبص على تحديدا على مصطفى شوبير اللي يحصل له حاجه كده تربله او كلام من ده، وفجاه يلعب الكره خارج المرمى، كانت شكلها غريب جدا، انفراد تام يضيعه بصوره ساذجه ليصفر الحكم ويحتسب الكره تسلل، الكره تسلل على فريق انبي، بس بغض النظر عن التسلل الكره دي ما كانش ينفع انها تضيع. تحديدا الدقيقه 86 احمد عيد لاعب نادي انبي يقرر هجمه، ياخد الكره من نص الملعب، يلعب عرضيه، يلعبها لمين بقى؟ لاحمد نادر حواش براسيه جميله جدا، للاسف يركنها بعيده على الحارس وللاسف الكوره تضيع. بعد كده طبعا الدقيقه 89 انفراد لطاهر محمد طاهر، الكوره بتضيع بشكل ساذج جدا، طاهر محمد طاهر من ضمن اللعيبه برده اللي مستواها قل جو اول فتره دي، وبقى غريب جدا، بيضيع هجمات غريبه وبيدمر بصراحه فرص وهجمات حلوه جدا للنادي الاهلي، كل ماتش ينزل يضيع له كوره، اداء متدني جدا هو احمد عبد القادر، اتمنى ان يعلوا من شانهم الفتره اللي جايه ويركزوا في الكوره عشان ابتدى الاداء يكون هزيل جدا. اخر هجمه بقى كانت الدقيقه 91 القمه في الغرابه، سورة طبعا نزل في اخر الشوط الثاني، للاسف الكره اتلعبت له محمد شريف يلعبها فوق العارضه، كميه اهدار للفرص من النادي الاهلي النهارده كانت كفيله ان تطلع النادي الاهلي 10-0 على النادي انبي. نادي انبي ليه كل احترام طبعا، فريق كويس مليء بالشباب العديد جدا، بس النادي الاهلي كان كويس جدا النهارده وعمل هجمات كتير جدا، هجوم النادي الاهلي ووسط الاهلي وكل لعيبه لو كانت اغتنمت الفرص دي كان النادي الاهلي طلع بسكور عالي جدا النهارده، وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0، اداء اكتر من هايل للنادي الاهلي، حاجه عظمه جدا. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده، مليون مبروك لعشاق النادي الاهلي، الفوز النهارده بنتيجه 2-0 على انبي، يتوالى علينا الانتصارات وباذن الله يبعد عننا الهزايم ان شاء الله واي انتكاسات، ونحقق ان شاء الله دوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخ النادي الاهلي. شكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس، شكرا لمتابعتكم لينا.